جاهز؟ هنبدأ أول تسجيل لبودكاستنا يا دكتور محلول. استني بس، أنا مرعوب من أول حلقة. إحنا فعلاً هنقنع الناس إن التحاليل مش مخيفة؟ طبعاً إحنا مش جايين نخوف حد، إحنا جايين نفهم الناس دمهم بيقول إيه بطريقة دمها خفيف. إحنا شغالين في معمل تحاليل، بنشوف يومياً أوراق مكتوبة بلغة ووشوش متلخبطة مش فاهمة منها ولا رقم. ناس بتسألنا السكر ده طبيعي؟ الرقم ده معناه إيه؟ أنا لازم أخاف من النتيجة؟ ولما نسأل كنت صايم؟ يرد صايم بس شربت شوية عصير صغيرين أو سجاير بس. عشان كده قررنا نعمل بودكاست اسمه دمك خفيف بس حلله، نفهمك كل حاجة عن التحاليل بلغة سهلة ومن غير رعب ولا تعقيد. هدفنا إن الناس تبقى واعية، عارفة بتعمل التحليل ليه وإزاي تستعد ليه وتقرأ نتيجته صح. وكل ده من غير ما ناخد مكان الطبيب، إحنا بنوعيك بس مش بنشخص. يعني لو نتيجتك مش طبيعية، ما تعملش سيرش في جوجل وتقنع نفسك إنك في كارثة. لكن كمان ما تسكتش وتقول مش فاهم. افهم واسأل وروح لطبيبك جاهز وفاهم جسمك بيقولك إيه. كل حلقة هنختار تحليل نتكلم عنه، زي الCBC، السكر، وظائف الكبد، الغدة الدرقية، البول، الحمل، الفيتامينات. وهنكلمك عن إزاي تستعد للتحليل، إمتى تعمله، وإزاي تقرأ نتيجته، وإمتى لازم تقلق، وإمتى تبقى الأمور عادية جداً. وهنحكي كمان مواقف من الشغل، مواقف حقيقية فيها دروس، ضحك، وساعات مواقف خطيرة بتيجي من جهل بسيط. تابعونا كل أسبوع في دمك خفيف بس حلله، وأول ما تمسك ورقة التحليل وتحس إنك رجعت تاني أيام الثانوية العامة، سيبها لنا في التعليقات وإحنا هنفك كل شفرة ونشرح كل رقم ونخلي نتيجة التحليل تتكلم بلغة سهلة. وما تنساش تشارك الحلقة مع كل واحد ماسك نتيجة تحليل وحاسس إنه داخل امتحان.